في أسئلة كتير بتدور في دماغنا وعقلنا يعني، وأكتر في الشارع وسط الناس. فعشان كده هتكون إيه ردة الفعل وبالذات في الصعيد وهنا وفي سوهاج لما الناس تتسأل؟ هل هيبقى الإجابة مقنعة وهنقدر نجاوب ولا مش هنقدر؟ تعالوا نشوف. شرف بيك. ديفيد عاطف. ماشي. بص يا ديفيد، هسألك سؤال. السؤال بيقول إيه؟ في ناس شايفة إن السوشيال ميديا والفون بياخدوا وقت كبير في حياتنا لدرجة إن إحنا مش لاقيين وقت نقعد فيه مع أهالينا ووالدك ووالدتي فالكلام ده حقيقة ولا إيه؟ وإيه رأيك؟ لا، هو الكلام ده اللي احنا فيه ده حقيقة. اللي هو بيمنعك، بس هو ما فيش حاجة ان هي تخليك تمنعك ان انت تبعد عن اهلك واصحابك يعني شغل السوشيال ميديا ده كله ما فيش حاجة تخليك ان انت تبعد عن اهلك. طب تقول ايه اللي بياخد وقت كبير في المواقع دي؟ يعني انت ممكن تقفل تليفونك وتقعد مع اهلك عادي. بس في ناس بتخلص عليه شغل، يعني في ناس بتستغله صح؟ ماشي، ده كل حاجة ليها وقتها. يعني الشغل له وقت واهلك ده له وقت تاني، حتى انت لو مش معاك وقت. طب انت تعرف ان في ناس بتقعد عدد ساعات كبيرة في الموضوع ده؟ في ناس ما بتقعدش مع اهلها خالص في السوشيال ميديا. طب اهلنا دول ليهم حق علينا يعني؟ انت ليك وقت، الشغل ليه وقت واهلك دول لهم وقت تاني. طب تنصح الناس دي بايه؟ انصح ان يا جماعه اي حد كده يعني اللي هو يفضل وقت لاهله لاصحابه، يعني يرجع زي ما كان. السوشيال ميديا اتغير كتير صح؟ وبالذات الجيل والناس اللي جايه. الجيل الجديد ده بقى بابجي ومش عارف ايه. بابجي دي بقى بتاخد وقت ناس كتير. ماشي خلاص. فانصح اي حد يا جماعه يسيب السوشيال ميديا دي شويه. يا ريت يا ريت. ماشي، فرصه سعيده، شكرا، شرفت بيك. تشرف باسم حضرتك؟ مريم. ايه؟ مريم. ماشي. بصي يا استاذه مريم، هسالك سؤال بس عايزك تجاوب معايا بصراحه. السؤال بيقول ايه؟ في ناس شايفه ان مواقع السوشيال ميديا والفون ده اللي انت ماسكاه بياخد وقت كبير في حياتنا لدرجه ان احنا مش لاقيين وقت نقعد فيه مع اهالينا كويس، ودي حقيقه وانت ابتسمتي صح؟ فعايز اعرف رايك ايه؟ هو رأيي عادي، بس مش بتاخد وقت. في ناس يعني في ناس بتقعد عليها كتير. قولي رايك، كملها. رأيي عادي. يعني عادي نقعد وناخد وقت كبير في السوشيال ميديا؟ لا، ما ناخدش وقت، يعني نخلي نص يوم برضه نقعد مع اهلنا، وبرضه نخلي يعني وقت للموبايل والحاجات دي، وقت نقعد مع اهلنا ونذاكر والكلام ده. طب انت تعرفي ان في ناس ممكن بتقعد على السوشيال ميديا دي 13 و14 ساعه؟ لا. في ناس كده فعلا؟ لا، بس انا ما اعرف. طيب اهلنا دول مش ليهم حق علينا المفروض نقعد معاهم؟ صح؟ ايوه. طب انت بقى بتقعدي مع اهلك كتير ولا السوشيال ميديا اكتر؟ لا، بقعد مع اهلي اكتر. طيب تنصحي الناس دي بايه؟ ان هم برضه يخلوا وقت للموبايل والسوشيال ميديا، يقسموا حياتهم ووقتهم صح؟ شكرا وفرصه سعيده، اتشرفت بيكي. بص، هو بصراحه يعني هو انا منهم، بس لا اوقات كتير بزهق بصراحه وبرمي التليفون واروح انكش ماما وارخم على اختي كده يعني. طب يعني الحاجه دي كويسه ولا؟ لا، هي طبعا حاجه وحشه. انا بعمل كده، بس انا معترفه انها حاجه مش كويسه، يعني هي بتفصلنا عن اهلنا بصراحه يعني. طب انت تعرفي ممكن بس تبص على الكاميرا. طب انت تعرفي ان في ناس ممكن بتقعد يعني بال 14 و15 ساعه على الموضوع ده؟ لا بصراحه هو انا مش بالدرجه دي، بس هو فعلا اكيد في ناس كده. طب الشيء ده مضر اكيد صح؟ طيب تحبي تقولي ايه وتنصحي الناس اللي بتاخد وقت كبير على السوشيال ميديا تقولي لهم ايه؟ يعني حبه سوشيال وحبه اهلنا وحبه اصحابنا كده، يعني نقسمها. يعني خدوا وقت انا مع مش هقول اهلكم. لا على حاجه بصراحه. بس يعني تقولي لهم ايه برضه؟ خدوا وقت مع اهليكم يعني مثلا وكفايه شويه ولا ايه؟ يعني لا، يعني ندي كل حاجه حقها. يعني مثلا انا حقي اقعد على السوشيال ميديا واقلب واعمل، بس في نفس الوقت برضو في جزء من يعني مثلا اخليها، وانا مش هعمل كده بس انا بقول ده الصح يعني قبل ما انام مثلا طول اليوم اقضيه مع اهلي، وقبل ما انام كده بساعتين 3 اقضيهم في السوشيال ميديا. طيب كويس، كنصيحه كويس، بس يا رب نعمل. شكرا. هسألكوا سؤال. اسال. تمام.
عايزكم بقى ايه تفكروا فيه وتجاوبوني بس بامانه وبصراحه، ماشي؟ ماشي. تمام حاضر. الموبايل والسوشيال ميديا، عارفين بقى الفيسبوك بقى ومواقع التواصل تمام؟ الناس شايفه ان بقوا ياخدوا وقت كبير من حياتنا، بينا نقعد بساعات طويله لدرجه ان احنا ما بنقعدش مع اهلنا ووالدي ووالدتي كتير. الكلام ده صح وحقيقه؟ اه صح. بس انا طب ممكن انت رايك ايه بقى؟ رايي ان الناس تخف شويه وتشوف شغل نفسها كده وشغل البيت كده. يعني ده عشان فاضى يعني ولا ايه؟ مش فاضى، يعني وقت للشغل وقت معين للتوفير ان يمسكوا على شويه حلو، اقسم حياتي. تقسم. طب وانت رايك ايه؟ بص انا اقول لك بقى، انا رايي ان الحوار ده كله فاكس اساسا من الاول. انا معايا ابن خالتي اساسا ممكن عليه فاس يقسم بالله بيعمل حاجه يلعب ببجي يا اسطى. طب تعال نطلع. ببجي دي بتاخد وقت اقسم كبير. بالله بص ما تعرفش. بص بيخنقني يا اسطى، يلا بينا نتفسح عليه ماشي في الشارع ماسك التليفون تحس شبه المجنون كده. بص مهووس اقسم طب بالله. تنصح ابن خالتك ده تقول له ايه بقى لو هو شايفك دلوقتي؟ اقسم بالله احب اقول لك يا ديشا، اقسم بالله اللي انت بتعمله ده عشان مش هينفعك اساسا، يعني انت شويه وهتتجنن. طيب انت رايك ايه؟ خالص. لا ما في ناس طيب بتشتغل، يعني في ناس بتشتغل ان هي تشتغل. طب انتوا ايه رايكم معاكم فشايفين ان الوقت الكبير في كويس ولا مش كويس؟ بص هو الالكترونيكيا لا بس ثانيه، هو حد من اثنين يعني ممكن يبقى موسط، هو كويس ومش كويس. لو يعني استغلنا في استغلنا في الصح. منه ان تتعلم منه، تخصص وقت يعني تفتح اليوتيوب تتعلم منه، وبرضه لكن ما بقاش وقت ضايع على الفاضي. سعيد، شكرا مع السلامه. هو رأيي ان المفروض يعني توفر وقت هنا ووقت هنا. طب قبل اي حاجه ده صح ولا غلط؟ ايوه ده صح. ان انت تاخد وقت كبير على السوشيال ميديا؟ لا مش صح، اللي هو اخد وقت كبير على السوشيال ميديا تمام. لازم اخد وقت مع اهلي تمام، بس لازم اقول لك لازم توفر وقت هنا ووقت هنا. طب انت بصراحه ايه؟ لا انا التليفون على العموم مش بمسك كتير قوي يعني انت فاهم؟ صح؟ يعني انت مش من الجماعه اللي بياخدوا وقت كبير. لا 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 لا, لا. طب انت تعرف ان احنا اكتشفنا ان في ناس ممكن تقعد ب 13 و14 ساعه؟ الناس بتصحى وتنام علينا، بتصحى وتنام علينا، بتصحى وتنام علينا. طب ايه رايك برضه؟ ادمان، هو عامل زي الادمان. طب دي حاجه كويسه؟ لا حاجه وحشه. العيال الصغيره والبنات اللي لسه طالعه جديد انت فاهم، من الصور التيك توك والشغل ده. طب ده احنا كده اهالينا فين حقهم علينا؟ الاهالي بقى بتقعد تزعق وبلاش نت وبلاش مش عارف ايه وبتاع، وقت تخلص يقول لك مش هجددها وبتلاقيه هو اللي جددها عشان هو عايز يقعد عليها. انت فاهم الدنيا غير. تنصحوا نصيحه تقول لهم ايه طيب؟ بلاش نت، بلاش نت خالص نهائي. ولا طب ما في ناس بتستعمله في شغل ها؟ ما انت قلت لك انا ايه، وفر وقت هنا ووقت هنا. صح. استعمله الشغل، استعمله الشغل، مش هتستعمله كده لا. قسم وقت حياتك يعني. بس ماشي، اسمك كريم؟ محمد. شكرا يا محمد، فرصه سعيده حبيبي.